بعد ان شاء الله اليوم الفرسان. مين يحرز الهدف؟ باذن الله 3-1 لصالح الاهلي. احمد خليل. الكوره كل شيء جايز فيها، فان شاء الله للاهلي. اكيد يعني نصراوي انا، ان شاء الله الفوز حق النصر ان شاء الله. ان شاء الله النصر باذن الله. النصر هولمان جول توريه جول ان شاء الله. ان شاء الله النصر باذن الله. 3-1. ومين يحرز الاهداف؟ سالمين واحمد خليل جولين. اكيد النصر بعد ما يبالك 2-0 ان شاء الله. اكيد اليوم النصر ان شاء الله. هولمان وابراهيم توريس. ان شاء الله العميد، نرجع بالكاس ويانا لين استاد المكتوم ان شاء الله. الحمد لله انحقوا ماي المباراه، كنا واثقين بالفوز والحمد لله فريقنا ادى، الحمد لله فزنا. هذا العميد عنده 18 سنه ولا جمهور النصر. اول شيء يعني يسمعون وزارتهم الحكام، حرام والله هذول قضاة الملاعب، حرام مخربين اللعب، والله اكثر اللعب لشيء مخرب اللعب الحكام. لكن النصر ابو راشد وقتهم فوق، اقول له نصراويه الفكتوري، انت مسوي الفكتوري، نحن الفكتوري. الله يبارك فيك، النصر يستاهل، من زمان ما اخذ بطوله واخذ اغلى بطوله والحمد لله على الفوز. النصر قوي وما يبالي كلام. مبارك حق النصراويه والقلوب تستاهلون، وانا فعلا مش نصراوي بس نبارك لهم ونقول الحمد لله انهم اخذوا البطوله والحمد لله. زين فايزين. النصر والاهلي قدموا مباراه ككره قدم وايد مباراه سيئه كانت، بس النديه كانت بين اللعيبه هم كتكتيك، المدربين سووا اخطاء تكتيكيه ذبحوا المباراه، بس ما اقدر كان شيء فايز الحمد لله. هذه هديه اول شيء لجميع جماهير نادي النصر وبالاخص اوفياء العميد. لولا اوفياء العميد كان الفريق ما وصل اليوم للمرحله هذه. ونهدي طبعا للشيخ حمدان بن راشد الله يحفظه لنا، وهذه ان شاء الله بدايه المطاف باذن رب العالمين ان شاء الله. بعد اكثر عن 20 سنه الحمد لله اخذوا الكاس، وانا كعيناوي شجعتهم اليوم لانهم صار لهم فتره طويله ما اخذوا الكاس، وكل التوفيق لهم. من بدايه لحن اعطيناهم تشانس، خلي ياخذوا راحتهم، لكن شفتوا البلانتيات، شفتوا الفرق 3-0 من بدايه ومع السلامه، ما عندي كلام. بس كانوا يقولون ان النصر ما بياخذ بطولات، النصر ما عنده بطولات من 18 سنه، لكن الحين النصر عاد وصل، وخلي يمسكون عمارهم الحين واحد. العميد رد حيله. النصر ما بده ياخذ بطوله، انتم من 18 سنه ما ماخذين بطوله. 6 مال وصل وديناه، وهذا حيله كاس رئيس الدوله وبنشله غصبا على الكل. الف مبروك للامه النصراويه من بطوله لبطوله ان شاء الله، وهذه بدايتها من بطوله لبطوله. الف مبروك لكل النصراويه، والكاس لحمدان، واثبتنا ان الكاس لحمدان. الف مبروك لسيدي وتاج راسي
حمدان بن راشد اللهم لك الحمد والشكر، فزنا رغم عنف الجميع، النصر بمن حضر، كبرياء النصر فوق كلهم، الكبرياء الازرق سيبقى فقط لانه تاج راس من اليوم رايح. اللي بيقول النصر ما يقول كذي، يقول تاج راس النصر، تاج راسي كبيرهم، لولا هذا كان لهم يلعبون تيله. العميد يظل عميد والكبير كبير والله كبير، واليوم اثبت العميد انه فريق كبير من بعد طول غياب. جبنا البطوله، والبطوله هذه اهداء لسمو الشيخ حمدان ولكل هذا الجمهور الحضر، الجمهور الوفي، واقول لهم الف الف مبروك. والله الحمد لله على الفوز بعد 17 سنه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ألف مبروك للعميد النصراوي الفوز بكأس رئيس الدولة بعد انتظار 27 سنه، الحمد لله لك يا رب على البطوله. اول شيء الحمد لله، الفرقه كبيره لازم ترجع، ويا العميد اخذت الكاس. الكبار عودة الكبار غير للملاعب، كسرنا رسالهم الاهلاويه، الاهلاويه ما يقدروا عليها لا الاهلي ولا الوصل، العميد راجع المنصات ان شاء الله السنه الجايه الدوري ان شاء الله. ثبتنا ان هاي المره نحن ابطال، واللعيبه كانوا على قد اللعب، وفزنا الكاس يلمع والعين تلمع. النصر كاس خليفه ونحن النصر ليفه. كاس فوق. البطولة نبغى نهديها لسمو الشيخ حمدان بن راشد، والحمد لله رب العالمين، وعدنا وفينا بالوعد. مباراة مهمة بالنسبة لنا بحكم ان الفريق نطط من زمان وهالبطولة فاعتبر الفوز مهم بالنسبة لنا في بطولة بالنسبة للاهلي، صناعة فريق جديد بالنسبة للنصر، بداية عصر جديد، الحمد لله الله وفقنا الحمد لله. هذا من فضل رب العالمين، وهذا الانجاز للشيخ حمدان بن راشد الداعم الاول للفريق، والشيخ راشد بن حمدان، والكل النصراويه والكل الاخوان اللي كانوا قبلنا بمجلس الاداره اللي اجتهدوا لكن ما كان نصيبهم. الحمد لله ربنا وفقنا، المجهود السابق والمجهود الحالي وصلنا الحمد لله للاهداف اللي كنا حاطينها، هذا شيء يدفعنا ان شاء الله للامام اكثر واكثر، أنا نجتهد أكثر وأكثر إن شاء الله. أكيد هناك جلسة وبتكون عاجلة جدا وأمور كثيرة بتترتب أكثر وأكثر بكثر ما هي مترتبة، بس ما نعلن عنها، وإن شاء الله بنوصل وبيكون الوضع إن شاء الله الموسم القادم أحسن وأحسن. كلمة جمهور النصر اللي حضر اليوم. أقول لهم مشكورين وما قصرتوا، ولاءكم لفريقكم هو سبب هذه البطولة. الحمد لله رب العالمين، أبارك للشيخ حمدان هذا الفوز، يستاهل أبو راشد الفرحة، يستاهل الشيخ احمد بن سعيد الفرحه، يستاهل الشيخ راشد والشيخ مجتوم والشيخ سعيد، يستاهلون كل شعب الامارات اليوم فرحانين بعوده العميد وعوده العميد للمنصات ان شاء الله هي الانطلاقه، الحمد لله رب العالمين. الجهد الجماعي الحمد لله رب العالمين، جهد فريق عمل كامل من اكبر راس اللي على رؤوسنا كلنا الشيخ حمدان لاصغر عامل في النادي. اليوم فرحه وباكر بنخطط المرحله الجديده ما يهمك ان شاء الله. ان شاء الله الكل زين. والله بصراحه انا كاعلامي المفروض اكون محايد، لكن انا اقول التاريخ دائما ينحاز ونتعاطف مع التاريخ. نقول مبروك لنادي النصر بعد غياب 26 عام عن لقب كأس رئيس الدولة. أنا أقول ضربات الجزاء لم يصدها فريق النصر، وإنما التاريخ تدخل لإحراز النصر، هذا النصر الغالي، وصراحة نحن كإعلاميين نتعاطف معاه، وألف ألف مبروك للنصر، وهارد لك الأهلي في الإمارات وحبايبنا في مصر الأهلي.